سر ورا رحيل علي معلول، الحقيقه الكامله اللي مفيش حد في الجمهور يعرفها، هنتكلم عنها. ليه معلول مشي من النادي الاهلي؟ هل السر مارسيل كولر ولا الاداره ولا ايه اللي حصل؟ مبدئيا كده مارسيل كولر الفتره اللي فاتت كنا عارفين ان هو السبب، لكن هو ملوش علاقه بالموضوع، الموضوع كله جاي من فوق من الاداره تحديدا من الكابتن محمود الخطيب، لان علي معلول طلب راتب يكون عالي جدا بالمقارنه بالمواسم السابقه. كابتن خطيب قعد معاه بشكل شخصي، قدم له عرض رسمي وتفاوض معاه، وبرضه علي معلول رفض وتمسك بالراتب اللي هو طلبه. وهنا الكابتن خطيب زعل من الموضوع ده، وعلشان هو عارف قد ايه الجمهور بيحب علي معلول قرر يسيبه ويتخلى عنه ويخلي الموضوع يمشي بالحقيقه او الاشاعه اللي ماشيه بين الجمهور وعلى السوشيال ميديا. فبالتالي ساب معلول ماشي على الحقيقه اللي احنا عارفينها، وهي ان مفيش عرض جديد من النادي الاهلي، فبالتالي علي معلول هيقرر ان هو يمشي. وده فعلا اللي حصل، علي معلول قرر ان هو يمشي، قرر الرحيل، التزم النادي الاهلي بالصمت. لكن الحقيقه ان النادي الاهلي فقد لعيب مهم جدا جدا زي علي معلول، خصوصا في كاس العالم للانديه. وبالتالي السبب الحقيقي ورا رحيل علي معلول رقم 1 الفلوس، رقم 2 عدد الاجانب المتواجدين بالفريق.